السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. روتيننا كده النهاردة بيتكلم عن شوية أفكار جهنمية، شوية أفكار وشوية حاجات من مخك كده هتعمليها هتعيشي حياة سعيدة جدا جدا. اللي هو ازاي اتعامل مع الناس اللي مضايقاني في حياتي، ازاي اتعامل مع الناس اللي خانقاني في دنيتي بكل هدوء خالص. وهنقول ده كله ان شاء الله، بس اول حاجة هتعمليها لي تحطي لي اللايك والشير. تعالوا بقى مع بعض نشوف هنعمل ايه وهنتعامل مع الناس دي ازاي. الناس اللي دايما بتكيدك، الناس اللي دايما حارقة دمك، الناس اللي دايما عاملالك يعني حاجة كده تخنقك في حياتك. ارد عليهم ازاي امشي نفسي، ازاي امشي حياتي معاهم. تعالوا كده نبدأ بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. روتيننا كده ايه؟ فطار سريع، جبنه ودقه وبيض مسلوق، ومفيش اجمل من كده صراحه. وهنعمل كمان كوبايتين شاي كده نظبط بيهم الدماغ. وتعالوا نقول الافكار الجميله اللي هتعجبكم باذن الله، وهتخرجوا ان شاء الله من الفيديو ده باستفاده حلوه جدا. وباذن الله تعالى هتعيشي حياه سعيده، واتمنى لكم يا رب الرضا والفرح والسعد باذن الله تعالى. انا كنت من الناس اللي كان بيتحرق دمي على اقل حاجه، ما بعرفش ارد، ما بعرفش اتعامل مع الناس، ما بعرفش اخد حقي. يعني اللي هو بصي، انا وصلت نفسي لدرجة يعني اول ما اتجوزت صراحة اللي هو بقى ايه، كانت والدتي ربنا يرحمها يا رب ويرحم الجميع يا رب اللهم امين، دايما كانت تقول لي: راضي حماتك، راضي اخوات جوزك، راضي كل مليكي، راضي كل اللي حواليكي، خليكي انت دايما بتراضيهم، اوعي معرفش ايه، اوعي اللي هو النصايح بتاعه الايه، الامهات اللي هي دايما تديكي نصايح. بس للاسف في ناس ان هي ما بتقدرش اللي انت بتعمليه معاهم. يعني انت بتعملي حاجات كتيرة جدا ممكن تراضي كل اللي حواليكي، بس يا للاسف في ناس دايما ما بيعجبهاش حاجة خالص، لو يعني لو عملت لها كده صوابعك العشرة شمع. بس هقولك بقى على شوية حاجات ان شاء الله هتساعدك في الحياة دي. هتساعدك ازاي؟ يعني مثلا تتعاملي مع حماتك، تتعاملي مع الناس كلها، تتعاملي مع سلفتك اللي دايما مضايقاكي وخانقاكي، مع جيرانك اللي تعبينك. يعني بصي، الناس اللي حشرة نفسها، الناس اللي دايما قاعدة كده على الباب مظبطة نفسها على ميعاد جيتك. انتي رايحة فين؟ انتي جاية منين؟ بتعملي ايه؟ بتجيبي ايه؟ يا بختها دي جايبة، يا بختها دي عاملة. يعني بصي، في حاجات كتيرة جدا جدا في الحياة بتزهق ناس كتير. بصوا بقى، انا عملت كده زي ما انتم شايفين. الغدا بتاعنا كده كنت جايبه معاكم مشتريات من السمك. طبعا السمك دوت يا حبيب قلبي انا عملته كده، وهبعته لاخت جوزي هتشوهولي في الفرن اللي هو الصاج، الفرن اللي هو الايه، الفلاحي كده بيتعمل، عاملاه كده في قدام، يعني في المكان واسع قدام بيتهم كده، فعاملاه فيه، فدايما بتشوي فيه، فبيتها قريب مننا، فببعت بنتي الصغيره صراحه هي بتقولي ابعتيه، وببعته لها صراحة. ولو عايزين، لو حابين فكرة ان انا اصور لكم، انا اصور لكم عادي وانا بشويه وكده يعني. فبعته دلوقتي يتشوي. وتعالوا بقى ايه، هنعمل شوية الرز كده. يعني عملت الرز، وعلى ما عملت الرز هي كانت بعتت لي ايه، السمك. وهنعمل السلطة بقى ونشوف ايه، ونرجع لمرجوعنا تاني ونكمل كلامنا ازاي ان احنا نحاول نحافظ على نفسيتنا، ازاي ان احنا ما نتخنقش من الناس اللي حشرة نفسيها دايما، الناس اللي خانقانة. في ناس كده بتحسي ان هي يعني لا مؤاخذة يعني رخمة رخمة يعني بصي خانقاكي، يعني اللي هو قاعدالك كده 24 ساعة، يعني عاملة زي ايه كده، عاملة زي برج المراقبة اللي هو مراقباها 24 ساعة. ان خرجتي البلكونة ايه، عملتي ايه، ان رحتي مكان ايه، انت كنتي فين، ان رجعتي من مكان ايه، انت جبتي ايه. لا، ردي، ردي باحترام وأدب، خدي حقك من أي حد. لو سمحت، هو أنا بسألك زي ما أنت بتسأليني؟ يعني أنا دايما كل ما بتروحي مشوار أسألك أنت بتروحي تجيبي إيه وبتعملي إيه. فأنت كده بالكلمة دي لو سمحت زي ما بسألكيش ما تسألينيش. أنت كده قطعتي، يعني كده قطعتي كده خلاص. الناس اللي هي الرخمة في حياتك دي اللي مصدرة نفسها على طول كده، انت كده قطعتيهم خالص كده، مش هيسألوكي تاني. ليه؟ انت كسفتيهم كده خلاص مرة. طيب نرجع بقى لايه. لو حماتي بقى يعني ما شاء الله دايما بقى بايه، بتخنقك بالكلام، خانقاكي، عامله اي حاجه، تجاهلي الموضوع، ما ينفعش ترد عليها. حماتك بالذات ما ينفعش ترد عليها. لو رديتي هتردي يعني بكلام محترم جدا، خدي حقك بأدب.
اللي هو خدي حقك بأدب. يعني حاولي ان انت تاخدي حقك بطريقة حلوة. ودايما لو حاسه ان انت غلطتي، حاسه ان انت اتخنقتي من ان انت رديتي عليها او رديتي على اي حد ما كنتيش عايزه ترد عليه، بتطلعي بيتك على طول، اقفلي على نفسك، اطلعي شقتك، اللي هو اقعدي مع نفسك كده، انا غلطت في كذا، انا ما اعرفش ايه، ما فيهاش اي حاجه خالص. انزلي بكده بكل برود وكل، يعني بصي اكنك ما عملتيش اي حاجه، اقعدي ولا كأن اي حاجه، هي كده كده اساسا هتنسى انت عملتي ايه. فيبقى انت كده اخدت حقك، خدي حقك باحترام. يعني خدي حقك باحترام وبأدب من غير ما تغلطي فيها، لأن برضو دي مهما كان يعني أم زوجك، يعني هي اللي جابت لك زوجك دوت، هي اللي ربته وهي اللي عملته، هي اللي كبرته لحد ما اديتهولك كده ايه حاجة ايه، زي اللوز كده يعني فاهميني. طبعا مش كل الأزواج طبعا يا جماعة، يعني في أزواج ما شاء الله ربنا يحميها، وفي أزواج يعني الله أكبر، ربنا يا رب يبعدكم عنهم، والله العظيم بكلمكم بجد. الزوج النكدي اللي هو دايما واقف لك، زي يعني زي ما بقول لك كده، زي ما بيقولوا كده بالبلدي، زي اللقمه في الزور كده، يعني اللي هو واقف لك كده على الواحده، لا ما تعمليش، لا ما تروحيش، لا ما اعرفش ايه، مش هديكي فلوس، مش هتصرفي، مش هتعملي، انا محتاجه حاجات، لا ما معيش، ما اعرفش ايه، دي عشتي، دي كاني، دي من، لا والله دوت ربنا يبعدكم عنهم يا رب، اللهم امين. صراحة يعني، فيعني لو هتقدري تغيري من زوجك يا ريت يبقى احسن، حاولي تغيري من طبعه. طبعا دوت في بداية الجواز، يعني بعد كده مش هتعرفي تماما. في بداية الجواز هتبدأي تحسيني منه، اللي هو مثلا ما بيديكيش مصروف، حاولي ان انت تحسيني منه، حاولي ان انت تحسيني منه ان هو يديكي دايما المصروف، يتعامل معاكي باحترام وبأدب، هتعيشي حياة سعيدة من بداية الزواج. لكن لو في بداية الزواج كل واحدة بقى بتبقى فرحانة بقى ان انا جوزي بقى بيزعق لي والحاجات دي والحوارات دي، لا بيكش فيا، لا ما تروحيش، لا ما تعمليش، في بنات يعني يعني بيفرحوا بكده، اللي هو انا فرحانة ان هو كاشف فيا، لا ما انت مش هتعرفي ايه عواقب دوت قدام. ده كله بيتراكم عليكي انت قدام، هتيجي في وقت هتحسي بملل، هتيجي في وقت تحسي ان هو بدأ يغلط اكتر مما كان بيغلط في الاول، فهتبدأي تحسي ان انت عجزتي خلاص، اللي هو خلاص لا ما ينفعش، لا ما اعرفش ايه، يبقى انت جايه بقى تغيري بعد ايه، بعد عمر، بعد مثلا ما قعدتي معاه 5 سنين او 10 سنين، هيتغير ازاي؟ ما خلاص ده طبع خلاص، دري عليه ومش عليه. لكن من البدايه قبل ما تخلفي، قبل ما تعملي اي حاجه في حياتك، خدي خطوة إيجابية، اللي هو بص، أنا زي ما اتجوزتك كده على حب وعلى طاعة، فياريت إن احنا نبقى محترمين مع بعض، ما تغلطش فيا، ما غلطش فيك، نعيش حياة كريمة، هتعيشي من البداية دايما سعيدة. اللي هو ما يجي يغلط فيكي خلاص، لا انت وقفتيه عند حده، لا ما ينفعش ان انت تغلط فيا، خلاص انت كده رجعتيه عن اللي هو كان هيعمله عمره فيكي. يبقى انت بتبني زواج على صح، اللي هو احنا هنعيش بما يرضي الله، فلازم نحترم بعض، نحترم بعضينا، هيطلعوا اولادك هيشوفوا الاحترام اللي بيحصل بينك وبين والدهم، دايما هيحترموكي وهيحترموا والدهم، فدايما هيبقى في حب ناشئ بيناتكم. لكن طبعا لو الابناء يعني بصي اولادك مثلا هييجوا يلاقوا ان انتي ووالدهم مثلا بتغلطوا في بعض على طول، فهتلاقي اولادك بيغلطوا فيكي، بيبقى انتي مثلا قاعده لوحدك يغلطوا في باباهم، وانتي كمان لو قعدتي معاهم وغلطتي في باباهم قدامهم، انتي كده بتقللي من نفسك مش منه هو. ازاي بقلل من نفسي؟ انت كده بتقولوا لهم لا ردوا على والدكم، لا ما اعرفش ايه، لما يشتمكمش، لا ما يعملكمش، لما يضربكمش. طيب ما انت كده بتوصليهم لدرجه، لا هو مين عشان يغلط فيكم الحاجات دي؟ انت كده بتوصليهم لدرجه ان هم هيردوا على والدهم، يبقى بكره هيرد عليك انت، هتخليهم يتطاولوا عليكي انت. يبقى انت من البدايه اعملي احترام لنفسك مع زوجك، اعملي احترام لنفسك مع اولادك، بمجرد ان زوجك بيحترمك اولادك هيحترموكي على احترام والدهم ليكي، فانت كده يبقى انت كده كسبتي. طيب نرجع بقى لمرجوعنا اللي هو السلايف. في سلايف دايما والعياذ بالله، والعياذ بالله، يعني الله اكبر، يعني بص قاعدين كده لبعض ان هم لا، مرات اخوك جابت، مرات اخوك عملت، انا مش احسن، هي مش احسن مني، لا انا لازم اجيب زيها، لا انا مش عارفه ايه. فلا يا بنات، حاولي على قد ما تقدري ما تصاحبيش سلفتك، والله العظيم دي نصيحة، مهما صاحبتيها هتيجي في يوم من الأيام هتلاقيها بتغدر بيكي.
والله زي ما باكلمكم كده هتغدر بيكِ، هتيجي في يوم من الأيام هتروح تبوح بكل اللي أنتِ كنتِ بتقولي على حماتِك، أنتِ ما بتقوليش حاجة غلط، اللي هو أنتِ بتروحي لسلفتِك اللي أنا بافضفض معاها، بُصّي أنا شُفت حماتِك عملت فيّا كذا، شوفي أخت جوزِك عملت فيّا كذا، شوفي ما أعرفش إيه، وبتتكلموا مع بعض اللي هو كفضفضة، اللي هو كصديقة، أنتِ أخدتيها كصديقة ليكِ أو كحبيبة أو يعني جارة كويسة، بس يا للأسف بييجي يوم من الأيام والله العظيم يعني بُصّي ما تأمنيش، صاحبيها وكل حاجة، بس أسرارِك لوحدِك، أسرارِك معاكِ لوحدِك. اللي هو حافظة على أسرار بيتِك، ما تخرّجيهاش لأي حد، ولا صاحبة ولا حبيبة ولا قريبة ولا أي حد، والله العظيم يا بنات عن تجربة فعلًا، بُصّوا أي حد بيبوح بالسر في يوم من الأيام، يروح يقول يعني بياخد منِّك السر ويروح يقوله لواحدة تانية، سلفتِك التانية مثلًا، بُصّي هاقول لِك على حاجة، ده سلفتِك حصل منها كذا وكذا وكذا وكذا، بتقول على كل الكلام اللي أنتِ قُلتيه، سلفتِك التانية دي هتروح واخدة الكلام منها تروح تقول له لحماتها اللي هي حماتِك، هتروح تقول لها اسكتي ده بُصّي شوفي سلفتي دي حصل منها 1، 2، 3 فبيبدأ يا حبايب قلبي العك من هنا بيبدأ يظهر، بتبدئي أنتِ اللي وقعتِ في الفخ، يعني أنتِ اللي اتضبّطتِ، يعني ما حدش هيكون متضبّط زيِّك. فحاولوا تختاروا الصاحبة الصح، تختاروا الصديقة الأخت يعني بُصّي هاقول لِك على حاجة، أختِك والله مش ممكن يعني بُصّي وطبعًا مش كل الإخوات عشان ما اظلمكمش يعني، لإن في إخوات ما يعني مش قد كده صراحة. لكن أختِك دايمًا هتبقى كاتمة أسرار ليكِ، يعني ومش كل الأسرار، يعني مش أي أسرار هاروح أحكيها لأختي أو لوالدتي أو لجيراني أو لحبايبي أو معارفي، مش أي حاجة، يعني حاجات بسيطة، اللي هو حاجة مضايقاكِ بس من أولادِك ما أعرفش إيه، وما تقلّيش دايمًا من أولادِك قدّام أي حد. يعني حاولي على قد ما تقدري دايمًا أولادِك في السما، رافعاهم في السما، ده كله بيعمل على نفسيتهم، ده كله بيأثّر على حياتهم، فاهمينّي؟ فدايمًا حاولي فكّري قبل المَرّة 10 مرات أنتِ بتعملي إيه، وزي ما قُلت لِك حماتِك شتمتِك، عملت فيكِ أي حاجة أو ضايقتِك بالكلام أو عملت فيكِ أي حاجة، حاولي إن أنتِ على قد ما تقدري تجاهلي الموضوع، تجاهلي مش هيجرى لِك أي حاجة مع حماتِك بس، لكن لو سلفتِك عملت فيكِ أي حاجة، خُدي حقِّك علشان ما تفضليش في بيتِك تفضلي تاكلي في نَفْسِك، اللي هو أنا إزاي ما ردّيتش عليها، أنا إزاي ما أخدتش حقي، أنا إزاي ما وصلتش لإن أنا أجيب حقي وأكون مرتاحة نفسيًا. لأ، حاولي إن أنتِ تاخدي حقِّك بس بالأدب، مش هنقعد بقى إيه إن إحنا نقِل بعضينا ودي تقول لي كلمة وأنا أقول لها كلمة، لأ خالص، اللي هو يعني أنا هاقول لها باحترام، يعني أحاول أجيب حقي بالاحترام. فيا رب كده يا رب اللهم آمين، ربنا يسعد حياتكم وقلوبكم يا رب اللهم آمين. فطبعًا حبايب قلبي وهنرجع برضه لأخت جوزِك، طبعًا في إخوات زوجِك بيبقوا كيّادين جدًا، يفضلوا يكايدوا فيكِ كده طول النهار بُصّي يكيدوكِ كده، يخلّوكِ كده بُصّي هتتفرسي، اللي هو هتتجنني. لأ، أنا مش هاوصل للمرحلة دي، والله ما هادّيكِ إن أنتِ توصلي للمرحلة دي، هاتجاهلِك، برضه ادّي كل واحد على قد حجمه، اللي هو تجاهلي هتكسبي، هتبُصّي تحسّي إن الناس كلّها يعني أنتِ تجاهلتينا، لأ إحنا عايزين لأ هنقرّب منها، اللي هو لأ هنقرّب منها، فاهمينّي؟